السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالَ نعمل وصفتنا. معايا كده صينية على النار أو طاسة على النار، نحط فيها قطعة زبدة حلوة كده أو سمنة، وهانزل كده بكمية الشعرية حسب طبعًا عدد أسرتِك، أو ييجي لِك ضيف على سهوة كده تقومي تعملي الأكلة دي بجد خطيرة وتحفة، وتدفي في الساقعة ديّة. هاحمّر بقى كده الشعرية زي ما أنتم شايفين، مش هاحرقنها، هادّيها لون الجولد كده، لون حلو كده زي ما أنتم شايفين، وهانزل عليها بكمية المَيّة يا دوبك بس تغطي الشعرية، وأنا حاطة على عين البوتاجاز التانية اللبن يغلي، وهانزل بقى بكمية السكر حسب برضه الرغبة، بتحبيه حلو بتحبيه ماسخ براحتك خالص، وأول ما تغلي كده تبدأ تتشرب هاوطّي عليها أكنها زي الرز بالضبط، زي ما أنتم هتشوفوا كده، بُصّوا هتطلع مفلفلة وتحفة يا جماعة، بجد ابهريهم وابهري ضيوفِك أول ما ييجوا عندِك. بُصّوا الجمال، بعد كده هانزل عليها بقى باللبن السخن كده زي ما أنتم شايفين، وهادّيها تقليبة، وبعد كده هانزل عليها بربع كوباية من المَيّة معلقة كريم شانتيه مدوباهم فيهم، وهانزل على الشعرية بتاعتنا، بتدّيها قوام وطعم خطير يا جماعة. بس أنتِ لو ما عندكيش كريم شانتيه ما فيش مشكلة خالص، ممكن تستكفي بس بالخطوات ديّة، زي ما أنتم شايفين كده، عايزة تزوّدي لبن، عايزة تقللي لبن، براحتك خالص، خالص. لمّا ييجي لِك أي ضيف أقل من 10 دقايق بجد هتقدّمي لهم أحلى حاجة في الجو الساقع ده. بُصّوا الجمال، بجد تحفة، ابهريهم وابهري نفسِك. إيه رأيك في الجمال؟ بجد خطيرة ووصفة خطيرة، يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.